سلام. بسبب الحسود والغيرة هاد البنت هادي اللي كتشوفو قدامكم غدير شي حوايج ما كيدخلوش للعقل. في الفلبين وبالضبط في واحد القرية صغيرة كانت كتعيش عائلة ماغواد. باهم كروز كان خدام استاذ في واحد المدرسة ابتدائية ومرته كانت هي المديرة في نفس المدرسة. كانوا عندهم جوج وليدات، بنتهم الكبيرة كوين وخوها صغر منها لويز عنده 14 عام. لا كوين لا لويز كانوا ولدات مؤدبين كيقراو مزيان، خصوصا كوين كانت ديما كتجي هي الاول في المدرسة ديالها. باختصار حياتهم كانت حياة عادية كأي عائلة مستقرة. واحد النهار كوين غادي تتعرف على واحد الدرية اللي سميتها جانيس، كانت كتقرا معاها، غادي يتصاحبوا وغادي يوليو عشران، ديما كيريحوا مع بعضياتهم كيخرجوا اونصومبل. وكانت حتى مره كوين كتعرض على جانيس للدار ديالها، كيريحوا كيتغداو كيجمعوا شويه وكيتفارقوا. واحد النهار جانيس غتكون مريحه هي وكوين غادا تعاود ليها على الحاله ديالها وكيفاش انها يتيمه وساكنه غير عند واحد الناس كتقابل لهم حد جوج وليدات، وان لا مشاو هاد الناس هادو تجراو عليها ما عندها فين تمشي. زائد ان فاش كتبقى مقابله هاد جوج وليدات هادو فكيمشي ليها الوقت بزاف وما كتقدش تقرا، الشيء اللي كيخليها انها ما تجيبش نقاط مزيانين. هنا كوين غادي تبقى فيها صاحبتها جانيس وغادي تمشي عند والديها، غادي تقول لهم نطلبكم واحد الطليبه. عرفتوا جانيس الدريه اللي كتكون معايا؟ قالوا لها صاحبتك ويعرفناها. قالت لهم راه بغيتها تجي تسكن معنا في الدار حيت ما عندها فين تمشي، ما عندهاش والديها، بالاضافه الى انها خدامه غير عند واحد الناس ولا مشاو تجراو عليها ما عندها فين تمشي. والديها غيقولوا لها وي ما عندها فين تبات، يعني البيوت محسوبين كله كينعس في بيته. انا غادي نقز لويز وغادي يقول لهم ماشي مشكل انا نخوي لها بيتي تسكن فيه. صافي دارهم غادي يقولوا لها مرحبا، غادي يعيطوا على جانيس تسكن معاهم وغادي تولي بحال بنته، لدرجه حتى الكنيه ديالها غادي يبدلوها ليها بحال الكنيه ديالهم ماغواد. بالاضافه الى ان العائله ديال ماغواد كانت ميسوره عليهم نوعا ما، كانوا كيقدوا انهم يسافروا يخرجوا وكيديوها معاهم فين ما مشى. كانت ديما كتبان انها فرحانه في التصاور وكتعيش الحياه اللي نقدروا نقولوا ما عاشتهاش وهي صغيره. واحد النهار جانيس غتكون جايه هي وكوين غيدخلوا للدار حتى كيسمعوا الصداع. دخلوا كيبانوا لهم جوج الناس ملتمين كيضربوا في خوهم الصغير لويز. هنا جانيس غادي تهرب بجريه لبيتها، غادي تدخل غتخشى تحت الناموسيه وغادي تسد على البيت، غادي تهز التليفون ديالها وغادي تبوستي في فيسبوك عتقوني راه كاينين شي ناس باغيين يقتلوني ما باغاش نموت، وغتبقى تسنى في بيتها. هنا شي واحد من الجيران غادي يسمع الصداع في الدار وغادي يعيط لكروز غيقول ليه راه عندك الصداع في الدار بزاف، راه واقع شي مشكل. غادي يجي كيجري للدار، مجرد ما وصل كيبان ليه الباب محلول. دخل فكيتفاجئ باللي بنته كوين وولدو لويز ميتين بجوج. غادي يشوف داك المنظر غادي تصدم، غادي تفكر راه باقا عنده بنت اخرى اللي مربيها اللي هي جانيس. غيبدا يقلب عليها حيه ميته اش واقع لها وهو كيعيط. غادا تخرج عنده جانيس كتجري وغادا تعانق، غادي يعانق غادي يبدا يبكي، غيسولها شنو وقع، غتشرح ليه البلان. هنا غادي يهز التليفون وغادي يعيط للبوليس غادي يجيو غادي يبداو يفتشوا، واول واحد غادي يسولو هي جانيس بما انها هي الوحيده اللي كانت الوقت ديال الجريمه ولا هي الشاهد الوحيد على الجريمه. غتعاود لهم على انها دخلت هي وكوين للدار، فبانوا لها جوج ناس ملتمين كيضربوا في لويز. هربات ودخلت البيت ديالها سدات عليه، خداو الاقوال ديالها وبداو كيقلبوا في الدار على وعسى لقاو شي دليل، لقاو شي حوايج غراب. مثلا ان الشفاره اللي دخلوا للدار وقتلوا لويز وكوين بدلوا حوايجهم في الدار عا باش خرجوا، يعني الحوايج اللي قتلوا بهم حيدوهم وخلاوهم في الدار وخرجوا. زائد ان الجريمه اللي ترتكبات بثلاثه سلاح، سيف مطرقه وموس، وهاد السلاحات هادو كانوا في الدار ديال كوين ولويز وما كيعرف بلاصتهم الا شي واحد من الدار نيت. بقاو كيفتشوا وكيديروا التحقيق ديالهم. هنا عائله كوين ولويز غادي يكلفوا واحد جوج خدامات باش ينظفوا الدار. واحده من هاد الخدامات وهي كتنقي في الدار غادا تلقى لاكارت ناسيونال ديال شي واحد من هاد الشفاره هاد، غادي تهز لاكارت ناسيونال وغادي تمشي تجري للبوليس، غادي تقول لهم راه لقيت لاكارت ناسيونال ديال شي واحد من هادو اللي دخلوا للدار. هنا البوليس غادي يسولوها وفين لقيتيها؟ غادي تجاوبهم انني لقيتها في البيت ديال جانيس. كنذكركم ان جانيس قالت انها دخلات للبيت وسدات عليها، يعني حتى واحد ما دخل البيت من غير جانيس. فشنو كدير لاكارت ناسيونال ديال شي واحد من الشفاره عندها؟ هنا البوليس غادي يشكوا في جانيس وغادي يعيطوا ليها باش يحقوا معاها. غيبداو يحقوا معاها، غياخذوا التليفون ديالها وغيبداو يشوفوا لي كونفرساسيون اللي كانت كدير، وغادي يلقاو انها كانت كدير مع واحد الدري كتعرفو وكانت كتبان ليه انها قريب غادي تقتل جوج الناس. الدري كان مسولها شكون هما هاد الناس هادو، غتقول ليه ما غاديش نقول لك حيت لا قلت لك غادي تمشي ديكلاري بيه. والطريقه باش قالتها كانت كتقولها بدم بارد عادي بحال ما واقع والو. هنا البوليس غادي يتاكدوا ان جانيس عندها يد في القضيه، غادي يبداو يحقوا معاها وكيضغطوا عليها باش انها تعترف، كيحاولوا انهم يزيروها. غدوز 6 ايام من بعد القتل ديال كوين ولويز، جانيس غادي
غادي تنهار وغادي تعترف بكل شيء، على انها قتلاتهم بجوج واستعنات بجوج صحابها. وعلاش قتلاتهم؟ بسبب الحسد والغير. وكان كيبان ليه كوين ولويز على انهم عايشين واحد الحياه مثاليه، والديهم ميسر عليهم، ظريفين، كيتعاملوا معاهم مزيان، وتبرا الناس كيقدروهم اكثر، كيحترموهم اكثر. فهاد الشيء ما كانش معطي لجانيس رغم انهم رباوها، اللي ديما كانت كتحس على انها زايده عليهم وانها ماشي منهم. واخا كانت كتبان في التصاور ديالها فرحانه، ما في الحقيقه ما كانتش فرحانه، والداخل ديالها عمره ما فرح. جانيس تحكم عليها ب 31 عام ديال الحبس، لا هي لا الدراري اللي معاها. القصه ديال اليوم سالات. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جاي.